من صياد بسيط على قد حاله في مدينة رشيد لصاحب أشهر محلات السمك في مصر والوطن العربي. مش بس كده، ولاده كمان قرروا من بعده يكونوا من أهم رجال الأعمال في مصر. الحاج قدورة لما نجح في مصر جدا خرج عن السيطرة، وعشان كده قرر يخرج بره مصر يفتح فروع جديدة بتكلفة حوالي 4 مليون دولار. بدأها بالبحرين وبعدها السعودية والإمارات، وكل فرع كان بيفتحه كان أكبر من اللي قبله. رحلة الحاج قدورة بدأت من قبل الخمسينات، صياد بسيط بيشتغل مع زمايله الصيادين، لكن الصيد بالنسبة له ما كانش وقت فراغ ولا تضييع وقت، ده كان هواية مهمة جدا وبيحبها ونفسه تتحول مع الوقت لاحتراف ويعمل منها بيزنس كبير. وعلشان يثبت فعلا انه واخد الموضوع جد، كان يتفق هو وزمايله الصيادين على حاجة مهمة جدا: احنا ناخد سمك من اللي بنصطاده ده علشان ناكله، لان ده هيخلينا نوفر فلوس بنجيب بيها اكل من بره، وفي نفس الوقت باقي السمك اللي هيتفضل يتخزن علشان نبيعه بعد كده للتجار في السوق. وده اللي خلاه مع الوقت يحط القرش على القرش علشان ياخد أول وأهم خطوة في حياته كان مستنيها وبيسعى لها من زمان: يفتتح أول فرع الأسماك قدورة. والفرع ده كان في منطقة الأنفوشي في اسكندرية، وكان عبارة عن محل متواضع جدا عليه كام ترابيزة خشب، والرزق طبعا كله جاي من البحر بيصطادوا بإيده كل يوم. واحدة واحدة المحل يكبر وربنا يكرمه أكتر، واسكندرية كلها ما بقاش ليها سيرة غير محل سمك الحاج قدورة اللي نفسه حلو جدا في الأكل. وبعد شوية يكبر المحل ويخليه دورين بدل دور واحد، ومن هنا اسمه يلمع أكتر وطبعا المكسب يكبر. فبعد كده بقى يحط الألف على الألف علشان يستعد لافتتاح فروع تانية، وفعلا بعد شوية يفتح فرعين تانيين جوه اسكندرية، واحد في المنتزه والتاني على الكورنيش من بره، لدرجة ان بقى فيه مشاهير كتير جدا من سيرته الطيبة واكله النظيف بقوا يروحوا ياكلوا عنده كتير. وهو طبعا استغل النقطة دي كويس جدا وبقى يسمي الترابيزات باسمهم علشان يعرف الناس ان هنا كان بيقعد الشيخ الشعراوي، وهنا كان بياكل محمود المليجي وفريد شوقي، اما دي بقى تبقى ترابيزة كوكب الشرق الست ام كلثوم. يكتفي الحاج قدورة بكده؟ طبعا لا. يقول لنفسه اللي خلاني نجحت في اسكندرية طب ما يخليني انجح في حتة تانية، خلاص يبقى نتوكل على الله وننزل نفتح في العاصمة. وفعلا ياخد القرار بسرعة وينزل على القاهرة علشان يفتح أسماك قدورة في المهندسين، أشهر محل موجود لحد النهاردة. ومن أكتر الحاجات اللي بتعجب الناس فيه جدا إن كل محل بتدخله كأنك بتتمشى في سوق السمك، بتختار النوع اللي انت عايز تاكله وبتوزنه بنفسك، وتقعد تستنى على الترابيزة مستني الأكل يجهز كأنك بالظبط قاعد على سفرة بيتكو واخد راحتك على الآخر. ولما كرم ربنا زاد عليه قرر يفتح فروع كتير في كل مصر تقريبا، لكن اسكندرية لأنها كانت وش الخير والسعد عليه من البداية كانت أكتر مكان بيفتح فيها فروع، خصوصا إنه كان شايفها دايما مناسبة لكل الطبقات الاجتماعية سواء كانت راقية أو شعبية، لحد ما تحول قدورة من محل سمك صغير جدا جوه اسكندرية لمزار سياحي كبير جدا في الشرق الأوسط كله. مش بس كده، ده كمان بيجيله ناس من كل الجنسيات. حدوتة قدورة بتأكد لك إن أوقات كتير فعلا بيكون الصبر جميل، ولكل مجتهد النصيب ده لو اجتهد بجد. والحاجة الكبيرة اللي بتكسر الدنيا ممكن بدايتها تبقى حاجات بسيطة وصغيرة جدا، لكن اتحطوا جنب بعض فعملوا أكبر نتيجة.